بيوم دفنوا عز الدين ايبك حجر، وكان واقف بره هنا اهو، والمماليك واقفه صفين وحالقين شعرهم ومعريينه. او تلاحظوا في التراث الشعبي، علشان برضه بشوف افلام غريبه، الواد يا عيني فرحان بشعره وعامل لي كده وراكب الحصان، الكلام ده ما كانش بيحصل. فالمماليك قصوا شعرهم ورابطين توكه صفراء وواقفين بره هنا على الباب، وكان من ضمنهم عز الدين ايبك، وكان الكلام على الجوازه قائم بعد الانتهاء من بناء القبه، وكان يوم حداد فظيع. طب هي اختارت ليه المكان ده؟ مش عارف. يخطر ببالك ليه؟ عشان نمشي. ممكن عشان قدام ممكن عشان قدام احنا قلناها. مش قلنا علشان لما يجوا يخرجوا الباب الفتوح يعدوا عليه، ولما ينتصروا ويرجعوا يسلموا عليه. سقف الدكتوره وسقف الدكتور برضه. كان في زمان قانون او مبدا او بروتوكول ان الجيش وهو خارج لازم يعدي من الشارع ده، لازم يعدي من الشارع علشان يطلع من باب الفتوح. فكان المشيه العسكريه ويجي عند القبه هنا اهو، ينزل من فوق الحصان. يعمل ايه؟ ينزل من فوق الحصان ويقول السلام عليكم على الشهيد مولانا مش عارف ايه، وياخد بعضه يعدي فتره كده قدامه وبعدين يركب الحصان، اثباتا لكلامي وحته الاحترام ان هم لو احنا قدام الضريح اهو والقبر قدامكم اهو، حد شايف الناحيه الثانيه فيه ايه؟ ها؟ القبه مش موجوده، قبه قلاوون بعديه. هنا التبعيه واحترام الاستاذ. تبعيه يعني يعدي على الاستاذ الاول وبعدين يعدي فين؟ عليا. ماشي؟ طيب الجميل ان او الظروف ساعدت قلاوون في تاسيس دوله بني قلاوون اللي حكمت مصر اكثر من 100 سنه. ده من حسن الظروف. لكن الراجل الطيب ده نجم الدين ايوب هو مؤسس فكره استعمال المماليك البحريه بشكل ان هم يكونوا دراعه اليمين. لان نفعوه مثلا ما حدش يعرف ان نجم الدين الايوب دوت اتحاصر في حدود الموصل من بدر الدين لؤلؤ الموصلي، وكان عايز يمسكه ياخده يوديه بلدهم في قفص. لولا ان اعوان الملك الصالح من الخوارزميه انقذوه في اخر لحظه، بس بدر الدين لؤلؤ كان حالف ان يعديه من وسط الموصل في قفص. كان حالف له لظروف خلافات، لان هو كان شديد على فكره. يعني الملك الصالح ما كانش كويس على فكره مع العوام، كان بيقرف، كان برجوازي جدا، وكان اسلوبه في التعامل مع المماليك بتاعته الغلطه الاولى هي الاخيره. يعني ما ينفعش ان انا اديك امر وتعصاه نهائي. ما ينفعش ان انت تعدي تغلط قدام السلطان وهو قاعد. هي الغلطه الاولى هي الاخيره. ذكروا ابن تغري بردي في اللهم صل على محمد الهادي ابن فضل الله العمري في كتاب مسالك الابصار، قال عنه كان محظوظا حكما